بس بقولك ايه، النهاردة الوقفة وبكرة العيد. لو انت فوق ال20 سنة فالجملة دي هتمثلك اجازة ونوم كتير وقايمة طويلة من الشغل اللي مأجله لبعد العيد. لكن خد الجملة دي وتعالى نرجع لورا شوية. فاكر لما كنت بتفضل سهران يوم الوقفة وانت في حضنك لبس العيد، وأول ما تسمع التكبيرات تجري انت وصحابك علشان تلحقوا الصلاة؟ فاكر نظراتك الحزينة على الخروف والجزار بيقرب منه؟ طب أكيد فاكر تريقة صحابك عليك علشان ما بتحبش أجواء الأضحية. لكن هيفضل أحب مشهد لقلبك هو مشهد العيدية. يا ترى عمو هيديني كام السنة دي؟ وطبعا ده بعد ما اتنصحت وما بقتش تدي العيدية لماما تحوشها لك. ذكريات كتير شفتها قدام عينيك دلوقتي. صحيح انت كبرت كام سنة، بس عمر ما فرحة العيد ارتبطت بسن. وتأمل معايا كده، العيد جه وانت وسط صحابك وحبايبك. المسؤوليات كترت صحيح بس انت قدها، تقدر تعافر وتحفر في الصخر عشان تنول اللي بتتمناه. الحمل تقل لكن ربنا جنبك، ومن نعمه عليك قالك كفاية جري. اقف وخد نفسك، افرح واستشعر نعمه وتوكل عليه. ودلوقتي هقولك تاني، بكرة الوقفة وبعده العيد. كل سنة وانتوا طيبين.